الباب التاني من كتاب لا بطعم الفلامنكو لدكتور محمد طه. ألعاب نفسية. في معاملتنا اليومية مع بعض وطبعا في علاقتنا بنستخدم غالبا مجموعة هائلة من الألعاب النفسية، أحيانا بوعي وعن قصد، وأحيانا من دون وعي أو قصد. بنستخدم الألعاب دي علشان نوصل لغرض معين أو نحس بشعور معين أو نوصل اللي قدامنا رسالة معينة. الطبيب النفسي العبقري إريك بيرن نشر عام 1964 كتاب مهم جدا اسمه Games People Play أو الألعاب التي يلعبها الناس. الكتاب ده انتشر واشتهر وأصبح واحد من أفضل الكتب مبيعا في العالم، وتمت ترجمته للغات عديدة منها العربية على يد المرحوم الأستاذ الدكتور عادل صادق تحت عنوان مباريات نفسية. بيرن قدر يوصف مجموعة من التفاعلات المتكررة بين كتير من الناس في سياقات مختلفة زي الحب والجواز والشغل والأفراح والمآتم وغيرها، وسمى التفاعلات دي ألعاب، وقال إننا بنستخدم الألعاب دي أحيانا مع بعض علشان نثبت لنفسنا أو لغيرنا شيء يؤدي لتجنب القرب الحقيقي والتخلي عن المسؤولية الجادة، وأخيرا إصابة أحد الطرفين على الأقل بالإحباط. بيرن عمل تشريح مفصل لمجموعة من الألعاب النفسية ووضح خطوات كل لعبة من أول رمي الطعم وحتى إحباط أحد الطرفين، وأطلق على كل لعبة فيهم اسم معين من عدة حروف هجائية رمزية. إريك بيرن كان راجل كندي اتربى وعاش في مجتمعه اللي ليه عاداته وتقاليده وفيه مفاهيمه ومصطلحاته وتتبع ظروفه وسياقاته، ورغم تشابه البني آدمين نفسيا على مستوى معين لكنهم حتما بيتباينوا على مستويات أخرى. إحنا في ثقافتنا ومجتمعنا لنا تركيبة تانية وعالم داخلي مغاير ونوعيات مختلفة من التفاعلات والعلاقات، وأيضا الألعاب النفسية اللي بنلعبها مع أو على بعض. إحنا في الحياة ملناش زي. من خلال ملاحظتي العملية وخبرتي الإكلينيكية وحياتي اليومية لقيت إن عندنا بسم الله ما شاء الله ألعاب نفسية جديدة تماما ومتفاوتة كليا عن اللي وصفه إريك بيرن. إحنا من أول ما بنصحى من النوم ونقول صباح الخير بنبدأ سلسلة لا حصر لها من المحاورات والمناورات والتسديدات ومخالفات التسلل وضربات الجزاء. إحنا بيجري في دمنا كرات دم بيضة وكرات دم حمراء وألعاب نفسية. علشان كده أنا جمعت عدد لا بأس به من الألعاب النفسية الخاصة بينا وهشرحها هنا بالتوضيح والتفصيل، وهعرضها بشكل متدرج بنفس تدرج معظم علاقاتنا في الحياة: تعارف، قرب، حب، زواج، انفصال، بالإضافة إلى نوعين آخرين من الألعاب المجتمعية. بعض الألعاب دي بنلعبها مع نفسنا، وبعضها بنلعبها مع الآخرين في حياتنا، وبعضها بتتلعب معانا من غير ما ناخد بالنا. أولى هذه الألعاب مذكورة بالفعل في كتاب بيرن، والباقي كله من صياغتي وتحليلي. الألعاب دي هي اللي بتخلينا نلف حوالين نفسنا في علاقة ما، وهي اللي بتخلينا ننسى نفسنا في علاقة أخرى، وهي اللي بتخلي العلاقات الخطرة خطرة فعلا. وبكل أسف أكتر ناس بتؤذى من هذه الألعاب هم أكتر ناس مرهفي الحس، رقيق القلب، شفاف الروح. قبل ما تقول طب أعمل إيه لو لقيت نفسي في لعبة منهم، أنا بقولك الألعاب دي مفيهاش هزار، ما ينفعش تستمر لحظة واحدة بعد ما تكتشفها. لو لقيت نفسك بتلعب لعبة منهم أو حد بيلعب معاك لعبة فيهم، تقف وتقول لأ بكل قوتك، وتمنع نفسك وغيرك من الاستمرار في اللعبة دي تماما. وعندك 4 أنواع من لأ مكتوبين في الباب السابق، اختار منهم زي ما انت عايز حسب ظروفك وقدراتك وسياق الأمور، إلى جانب بعض المقترحات اللي أنا كاتبها في كل لعبة على حدة. طبعا في عشرات ومئات الألعاب الأخرى غير المذكورين هنا، كل واحد فينا عنده بروفايله الخاص من الألعاب النفسية اللي ممكن بعضها تكون من ابتكاره وبراءة اختراعه. مطلوب منك دلوقتي إنك تقرأ الفصول المقبلة بعناية شديدة وتحفظها عن ظهر قلب وتذاكرها كأنك داخل امتحان، لأنها في الحقيقة هتساعدك في نجاح أو فشل معظم علاقاتك. ولو اكتشفت إن عندك أو عند غيرك لعبة مش موصوفة هنا، سجلها واكتب تفاصيلها واديها اسم أو عنوان وضيفها للقائمة، وممكن لو حبيت تبعتها لي علشان أنزلها في الطبعات الجاية من الكتاب. جاهز؟ فلتنطلق صافرة البداية. لعبة ملهاش حل. في اللعبة دي بيكون عندك حد مش بيبطل يشتكي، طول الوقت بيشتكي، لا يكف عن الشكوى ولا يكل،
ولا يمل منها. أنا تعبان، أنا مظلومة، أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا جربت كل حاجة، محدش حاسس بيا، ليه كده يا رب؟ بس كده؟ لا طبعا، ده هو بيتعمد يشتكي قدامك علشان حضرتك بكل طيبة تحس بيه وتتعاطف معاه وتحط نفسك مكانه أو مكانها وتبدأ تساعد، أو على الأقل تبدأ تقترح حلول المساعدة. جربت تعمل كذا؟ طيب ليه ما عملتش كيت؟ طيب ايه رأيك في كذا؟ طيب اساعدك ازاي؟ قولي بس ازاي وانا تحت امرك. بس كده؟ برضو لا. لغاية هنا مفيش اي لعبة ولا حاجة، ولغاية هنا دي حاجة عادية جدا ممكن تحصل لأي حد فينا كل يوم ونتجاوب معاها بشكل طبيعي وجميل ومفيد. لكن اللعبة بقى في الخطوة الجاية. بعد ما حضرتك تندمج في الدور وتجتهد في التفكير والاقتراح وتنسجم في عرض وسائل المساعدة، تلاقي صاحبنا بيقفل كل باب انت بتفتحه قدامه بالضبة والمفتاح، ويسد عليك كل طريق انت بترسمه للحل، ويحرق لك كل كارت ترميه على الترابيزة، ويخلي المحصلة دايما صفر. يعني مثلا، جربت كذا؟ انا فعلا جربت ده وما نفعش. طيب ايه رأيك في كيت؟ الله، فكرة حلوة جدا بس مش هتنفع علشان كيت وكيت. طيب ما تيجي نكلم فلان وعلان؟ لا ملوش لازمة، مش هيعملوا حاجة. طيب ما تيجي مع بعض نعمل كذا وكذا؟ أنا عارف أو عارفة إنك عاوز تساعدني، بس للأسف الطريقة دي برضو مش هتناسبني علشان أي حاجة. تحتار حضرتك وتتضايق وتحس بالعجز وقلة الحيلة، بعدهم الزهق والخنقة والحزن، وأخيرا تحس باليأس والذنب، وتتحول في نظر الشاكي لواحد من العزاز اللي لما احتاجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. اخطبوط هائل من المشاعر السلبية يتلف حوالين رقبتك في دقايق أو ساعات أو أحيانا سنين، لأنك مش قادر تساعد حد هو في الحقيقة مش عاوز يساعد نفسه. إريك بيرن بيسمي اللعبة دي نعم ولكن، وبيضرب مثال الست اللي في حجرة انتظار عيادة التخسيس وعمالة تشتكي للي جنبها، فتلقط صاحبتنا الطعم وتبدأ تقترح عليها شوية اقتراحات، وتكون دايما إجابة الشاكية اقتراح جميل جدا بس مش هينفع علشان كذا وكذا وكذا، فتيأس من كانت تقدم المساعدة وتحس إنه مفيش أمل، وتؤكد الشاكية لنفسها نفس الرسالة: مفيش أمل. ساعات بيسموا النوع ده من الناس help rejecting complainers، أو الناس اللي ما يبطلوش شكوى وفي نفس الوقت يرفضوا المساعدة، وأنا عارف إنكم بتشوفوهم كتير. طبعا التفسيرات النفسية اللي ورا ده كتير جدا، أهمها إنهم عاوزين يعيشوا دور الضحية ويلبسوا حضرتك دور المنقذ اللي في الحقيقة مش هيسمحوا له ينقذهم، لأنهم بيعملوا ده علشان يفضلوا زي ما هم حاسين باليأس والظلم والعجز، وده مريح جدا مقارنة بإحساسهم بمسؤوليتهم عن اختياراتهم في الحياة. واللي أعمق من ده هو إنهم خلال رحلة حياتهم خاصة في طفولتهم تعرضوا لفترات صعبة من الاحتياج الفطري البسيط للاهتمام والشوفان والدعم النفسي، لكنهم ما لقيهوش من أقرب الناس ليهم، فتعودوا على السيناريو ده ومن غلبهم بيكرروه دون وعي أو قصد، لأن ده الشكل الوحيد للعلاقات الإنسانية اللي يعرفوه وما يعرفوش غيره: أنا محتاج والطرف التاني مش بيساعد. إلى جانب إنهم قرروا يحسسوا أي حد يحاول يساعدهم بالذنب والتقصير، كأنهم بيقولوا له بعقلهم الباطن كنت فين من زمان، خلاص ما عادش ينفع. أكبر غلطة ممكن تغلطها هنا هي إنك تبلع الطعم وتدخل اللعبة وتبقى طرف فيها، لأنها هتستهلك طاقتك وتستنزف فكرك وتحرق إحساسك. دي طبعا مش دعوة لعدم مساعدة الناس أو عدم التعاطف معاهم أو الاستجابة لشكواهم، بالعكس هي دعوة للتعرف على نوعية خاصة من الناس لا تكف عن الشكوى، وهي كمان دعوة لتقديم مساعدة من نوع خاص ومختلف، لأنهم في الحقيقة مش محتاجين مساعدتك أنت، هم محتاجين مساعدة متخصصة من حد محترف فقط ولا غير. طيب تعمل إيه لما تقع في أحد هؤلاء الشاكين رافضي المساعدة؟ أولاً، اوعى تلقط طرف الخيط وتبقى طرف في اللعبة، وطبعاً كل ما تفهم اللعبة دي بدري كل ما بتوفر على نفسك كتير قوي. ثانياً، مفيش مانع تعبر له عن إحساسك بيه واهتمامك لأمره، لكن بعدها على طول تحمله المسؤولية وتقول له أنا فعلاً حاسس بيك، أنا بجد مهتم لأمرك، هتعمل إيه بقى؟ ثالثاً، النصيحة الوحيدة المطلوبة هنا هي إنك تطلب منه التوجه إلى حد موثوق للمساعدة المتخصصة بس، وخلص الكلام.
علشان لو مخلصش الكلام في نفس ذات اللحظة هيعمل ايه؟ ايوه بالظبط، هيقولك ما انا رحت وما نفعش. لعبة القرب والبعد، اللعبة دي من اكتر الالعاب النفسية المنهكة جدا. تلاقي حد بيقرب منك ويقرب اكتر ويعشمك بمزيد من القرب والود والدفى، واول ما تطمن وتقرب انت كمان تلاقيه اتغير من دون اي سبب واضح، والمسافة بينه وبينك بعدت فجأة، وراح الود وراح القرب وراح الدفى، وما بقاش فاضل غير العشم. تمام؟ لا مش تمام، علشان الحكاية كده ما خلصتش، دي الحكاية لسه بتبدأ. لأنك أول ما تبدأ تيأس وتقول خلاص مفيش رجا وتاخد أول خطوتين في البعد، تلاقيه برضو من غير أي مبرر مفهوم بدأ يقرب تاني وياخد بدل الخطوتين 3، والعشم يزيد والود يرجع، وتحس بالدفى والأمان جاي هناك أهو، وتسيب نفسك وتسلم مفاتيحك. استنى استنى، تروح فين؟ هو عند اللحظة دي بالظبط، اللحظة اللي تطمن فيها وتآمن وتسيب نفسك تقرب منه تاني، هيلعب نفس اللعبة ويبعد فجأة أو بالتدريج أو أي حاجة، المهم إن هو هيبعد ويسيبك لوحدك من جديد زي اللي تاه في الصحراء، مش طايل موت ولا حياة. في ناس بوعي أو من غير وعي بتحترف اللعبة دي، لعبة القرب والبعد، لعبة العشم والصد، لعبة الحياة والموت، وبيمارسوها في كل وأي نوع من العلاقات، علاقة حب، علاقة صداقة، علاقة عمل، علاقة زواج، علاقة تربية، وغيرها وغيرها، وبيستمتعوا بممارستها بشكل هو أقرب للإدمان. اللعبة دي في منتهى الخطورة لأنها بتلخبط الطرف التاني وتحيره وتملاه أسئلة من النوع الحاد المسنون الجارح اللي ملهوش إجابة. يا ترى هو بيحبني ولا مش بيحبني؟ يا ترى هو عاوزني ولا مش عاوزني؟ طيب أنا عملت إيه؟ هو أنا زعلته في حاجة؟ طيب هو بيعمل كده ليه؟ هو في إيه؟ لغاية ما يشك في نفسه أو تشك في نفسها وتتردد في خطواتها. القرب مؤذي والبعد برضه مؤذي، وينتهي الأمر إما بشلل نفسي وانطفاء روحي، وإما بالتحول إلى قطعة صغيرة من الشطرنج في يد ذلك اللاعب المحترف. على الجانب الآخر، اللي بيلعب اللعبة دي بيكون غالبا اتعرض في حياته لصدمة نفسية بشعة من حد كان قريب منه جدا، من أول أبوه وأمه لغاية أي حد تاني. الصدمة دي خلته مقسوم نصين من جواه، نص عاوز يقرب ونص خايف من القرب، نص بيقرب علشان يشبع احتياجاته النفسية، ونص بيبعد علشان خايف من تكرار الصدمة، نص نفسه يقرب لغاية ما يدوب في الطرف التاني، ونص نفسه يبعد أحسن يدوب فعلا وما يلاقيش نفسه بعد كده، نص عاوز يقرب لغاية ما يبلع، ونص عاوز يبعد أحسن يتبلع. خناقة نفسية داخلية عنيفة بيدفع تمنها كل حد يعدي جنب هذا الشخص المسكين المحتاج جدا، واللي خايف من احتياجه في الوقت نفسه، محتاج جدا للناس وخايف منهم بنفس الدرجة، محتاج جدا لأي حد وخايف جدا من كل حد. اللعبة دي صعبة ومتعبة ومرهقة، عاملة زي الحبل اللي يرخي شوية لغاية ما تطمن انه ساب، بعدها يتشد شوية لغاية ما تخاف انه يتقطع، ويتكرر ده تاني وتالت وعاشر. علشان كل ده من هنا ورايح اتعلم انك ما تسمحش لحد يلعب اللعبة دي تاني معاك، لان التمن هنا هو انت. لعبة الحبيب الشبح. طبعا في أنواع وأشكال كتير من الندالة في بعض علاقات الحب. اللعبة دي بتمثل أحد أنواع الندالة اللي شفته كتير مؤخرا، ممكن نسميه الحبيب الشبح، وهفترض مجرد فرض إنه رجل رغم إنه ممكن يكون بنت في بعض الأحيان. واحد لطيف وظريف يتعامل معاكي بشكل مختلف عن باقي البنات، يبصلك كتير لو كنت في وسط صحابك أو حتى لوحدك، يسلم على كل زمايلكم في المكان بطريقة لكنه يسلم عليك انتي بطريقة تانية، يحاول يتكلم معاكي بزيادة حبتين، في من ناحيته اهتمام واضح لكن من غير ما يصرح بأي مشاعر. مش بس كده، ده يتابعك على الفيسبوك ويبعتلك فريند ريكوست ويعلق على كلامك وبوستاتك بمنتهى اللطف، ويبدأ يكتب كلام موجه ليكي من بعيد لبعيد، أو يحط أغاني تحسي إنها ليكي ولايكات وشير للصبح. برضو مش بس كده، ده يبدأ يقرب ويقرب ويسألك عن حياتك الشخصية باهتمام، وبعدين يكلمك عن حياته وظروفه ويشاركك مشكلته ومواقفه واتصالات ورسايل، لغاية ما تصدقي بما لا يدعو أي مجال للشك إن الراجل ده بيحبك وعاوز يرتبط بيكي النهاردة قبل بكرة. وبس يا ستي، خلاص. خلاص إيه؟ خلاص خلصت الحكاية. صاحبنا ده أول ما يلاحظ إنك أخدت الموضوع بجد
وبدأتي تطلبي منه بشكل واضح إنه يقول ويعبر عن مشاعره ويسميها ويكلف خاطره وياخد خطوة لقدام، تلاقيه رجع خطوتين لورا وقالك لا، الظاهر إنك فهمتيني غلط، أنا بعاملك عادي جدا، إحنا قريبين بس مش بالشكل اللي وصلك، أنا بحب أتكلم معاكي كأصحاب أو إخوات. طيب والكلام والأغاني والتعليقات واللايكات عادي، والنظرات والهمسات والمكالمات، إيه المشكلة؟ طبعا لو كانت الحدود بينكم دابت شوية ووصلت للخروج والفسح ويمكن أكتر، يبقى هيقولك أنا بحبك فعلا وبحب أكون معاكي وبتبسط في وجودك، بس مش هينفع أكتر من كده، مش هينفع نتجوز، الجواز هيبوظ اللي بينا، خلينا كده أحسن، أو أنا عندي مرض خطير يمنعني من الجواز، أو أنتي تستاهلي حد أحسن مني. في نوع أخطر وأخطر، اللي هو يحب ويتقدم ويخطب وقبل الفرح بشوية أيام وأحيانا ساعات يخلع يختفي بخ. ده مش حد بيقرب وبيبعد زي اللي في اللعبة اللي فاتت، ده حد بيدوب ويختفي. باختصار شديد، الراجل اللي زي ده مكتوب على جبينه بالحبر السري يافطة كبيرة جدا: أنا مش بتاع مسؤولية. واحد بيوصل رسائل نفسية وعاطفية بالحب والاهتمام لكن من تحت لتحت علشان ما يبقاش مسؤول عنها عند اللزوم، بيتعمد انه يمشي على الحبل في علاقته بيكي علشان يتجنب الوحدة من ناحية والارتباط من ناحية تانية، وما يبقاش مسؤول عن مصير العلاقة دي. تصرفاته بتقول كلام ولسانه بيتبرأ منه بكل جبن علشان حتى ما يبقاش مسؤول عن كلامه. البني آدم اللي زي ده عامل زي الطفل الصغير، عاوز يرضع ويشبع ويتبسط وبس من غير ما يدفع أي تمن، عاوز شوية تدليك عاطفي بالليل ومساج نفسي بالنهار، وكل واحد يروح لحاله بعد كده، يحرك فيكي أحلى مشاعر ويعيشك في أروع أحلام، لكن دوره بينتهي لغاية هنا لأنه مش قد اللي بعد كده. الراجل ده بقى عمره ما هيتحمل مسؤولية علاقة حقيقية، وده واضح من الأول بس انتي ما كنتيش واخدة بالك، واحتمال لما أخدتي بالك عملتي نفسك مش واخدة بالك وتبقي كده شاركتي في اللعبة. الراجل الزي ده ما ينفعش تأتمنيه على نفسك، وما ينفعش ترتبطي بيه، وما ينفعش تتجوزيه لأنه شخص غير مسؤول. الرسالة اللي بوصلها لحد من خلال تصرفاتي مسؤولية، المشاعر اللي بحركها جوه حد مسؤولية، الكلمة والنظرة والتعليق واللايك مسؤولية، لأن ليهم معنى ووراهم هدف. طبعا في أسامي حلوة وأوصاف شيك للراجل ده زي إن عنده fear of commitment أو عنده commitment issues، بس أنا أفضل تسميته الحبيب الشبح. هاتي بقى كشاف نور قوي وافتحيه على الآخر ووجهيه لعينيه مباشرة وقوليله لأ، كفاية ضباب لغاية كده، يا نطلع للنور سوا يا تخليك في الضلمة لوحدك.